خلي بالنا بقى اللعبة الخطر. أنا كان عندي الشجاعة وركبت المناخير قبل ما أدخل لكم عشان أقول لكم أنا واحد من الناس اللي ممكن أكذب أيا كان نوع الكذب. فهنشوف بقى منكم فين اللي هنركب له مناخير زيي. تعالى يا كريم، نجهز الأسلحة. ده آيس كريم، قراطيس آيس كريم. مساء الخير. حضرتك خليك قاعد. قول لي ايه ألطف كذبة كذبتها وبصراحة؟ والله هي كانت الكذبة على المدام. على المدام؟ سجل. ربنا يستر. هو عامة المدام من النوع الغيورة. علي صوت. المدام من النوع اللي هي الغيورة وكده، بتتصل بيا كتير جدا ومش عارف ايه كده. ففي يوم انا كنت في كافيه مع واحدة صاحبتي فيها مشكلة مع خطيبها اللي هو الانتيم. السكة عارفينها. السكة عارفينها. ده انا كنت قاعد معاها عشان على خلاف مع جوزها وانا بحاول. وبعدين بس بعد كده لقيت المدام بتكلمني 4 مرات ما ردتش، الخامسة رديت عليها. فبتقول لي انت فين؟ قلت لها انا في الشغل في المكتب. قالت لي انت متأكد؟ قلت لها في حاجة. قالت لي لا مفيش. بس قفلت معايا ربع ساعة ولقيت الويتر جايب 2 كابتشينو فبيحطهم لنا على الترابيزة. فبقول له كابتشينو ده لمين؟ فبيقول لي حضرتك في 2 جم طلبوا الكابتشينو ودخلوا على الحمام. قلت له طيب ماشي، ده مش ليا انا. قال لي لا اكدوا لي ان هم مع الاستاذ محمد. طبعا اللي خرجت من الحمام. انا فوجئت بقى ان 5 دقايق او اقل لقيت فجأة على يمين المدام وعلى يمين اختها او على شمال اختها. قلت ايه؟ هو مش ده موقف صعب. هي اللي قالت، ما انا عارف. هي ما قالتش برضه. الغريب في كده ان خطيبة صاحبي هي اللي اتكلمت. هم مين دول؟ كمان. قلت لها دي المدام ودي اختها. فبتقول لي امال مين دي؟ قلت لها زي ما سمعتي دي خطيبة بقى، دي خطيبة صاحبي في مشكلة انا بخلصها. ده مش اكتر. فضلوا قاعدين معانا وفي الاخر حسبت ويلا بينا على البيت. وصلنا البيت اسبوع كامل ما بتكلمنيش لغايه لما حضرت الخطوبه بنفسها. ده انت اضطريت تخطبها، تخليها تخطب. يعني هو موقف طبعا صعب بس انت كذاب. ماشي. انت كذاب لا مؤاخذه. البس المناخير. اسكت. بالهنا والشفا.